كانت بتستوقفني دايما صيغة الجمع في سورة الفاتحة. ليه ربنا سبحانه وتعالى خلاها صيغة جمع؟ نعبده، نستعين، اهدنا. ليه ما كانتش صيغة فرد؟ إياك أعبد وإياك أستعين. ربنا عز وجل في فتحة كتابه جعل الصيغة صيغة جمع، دلالة على أهمية الجماعة، إن أصل الحياة قايم على وجودنا مع بعض، إن قوتنا في الجماعة والترابط والاتحاد. يعني المولى عز وجل اللي خلقنا وعرفنا قال لنا كونوا جماعة وحافظوا على الجماعة، وجينا احنا البشر قلنا يا عم بلا ناس بلا بتاع، البعد عن الناس غنيمة. جبنا منين قوانيننا دي؟ إذا كان قانون المولى عز وجل عكس الكلام ده تماما. قفلنا بيوتنا في وش بعض، وبقينا نعيد على بعض برسالة واحدة للكل عشان نريح دماغنا، وبقينا نخاف ندخل حد بيتنا أحسن نتحسد، الناس أصلها وحشة، وحطينا قوانين جوه قوانين ومشينا بدماغنا لحد ما بقينا كلنا حاسين بالكآبة والزهق والملل، غيمة حزن جوه قلوبنا مخيمة. طب يا ترى ليه؟ عشان دماغنا غلط، قوانيننا غلط. احنا عباد الله، هو اللي خلقنا وهو اللي عالم بينا، وعشان عالم بينا قال لنا اعملوا 1 2 3 ترتاحوا. قمنا احنا قلنا لا، احنا مش هنعمل كده، وهنعمل اللي دماغنا ودتنا ليه. يا ترى ارتحنا لما مشينا بدماغنا ولا الحياة بقت صعبة ومملة؟ تعالوا من تاني نفتح بيوتنا ونهد الأفكار العجيبة اللي بقت منتشرة وبقت شبه الأصنام اللي الناس مصرة تعبدها وتؤمن بيها. هدوا أصنام الجهل والفكر المغلوط، ارجعوا تاني لأصل الكون وأصل القوانين. افتحوا البيوت وصلوا الأرحام، واسمعوا صوت بعض واحضنوا بعض من تاني. لموا العيلة اللي اتفرقت، وافتحوا البيوت اللي ضلمت، واطلعوا البلكونات وزينوها واضحكوا فيها من تاني. تعالوا نرجع نعبد ونستعين من تاني.